winner in his last 2 starts. So they looked ready to run. Stand by for the 4th race. ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الرابع على كأس ولي العهد للجياد الإنتاج المحلي لعام 2017. فعلا باراكودا يتراجع إلى الخلف مباشرة بعد الانطلاقة، بينما رايسينغ سان هو اللي يتصدر السباق من البداية، وثم تأتي في المركز الثاني مذاري بقيادة الفارس ألبرتو سانا، بينما المركز الثالث هنالك أيضا لدينا نايت أند داي بطل هذا السباق في العام الماضي، وثم مليار بمحاذاة السياج، بينما في المركز الخامس في المركب الخامس هنالك يأتي الجواد لدينا فارنج وأيضا نو داوت. إذن حتى الآن رايسينغ سان لا زال هو اللي يتمسك بزمام الأمور، وثم تأتي في المركز الثاني معشوقة الجماهير مذاري، بينما المركز الثالث هنالك نايت أند داي، بينما المركز الثالث هنالك أيضا لدينا مليار وأيضا فارنج، بينما نو داوت في المركز السادس وتأخر لباراكودا. إذن حتى الآن رايسينغ سان وفعلا هو اللي يتصدر السباق خطوة بخطوة هنا مع معشوقة الجماهير مذاري في آخر فعلا 600 متر من هذا الشوط فعلا، ولا زال رايسينغ سان بالقبعة الحمراء هو اللي يتصدر السباق بقيادة المتمرن فعلا صادق حميد. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، ولا زال رايسينغ سان، بينما معشوقة الجماهير مداري العروسة ها هي انطلقت فعلا أيها المتابعون الكرام، وثم يأتي فعلا نايت أند داي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنالك لدينا أيضا رينج فعلا أيها المتابعون الكرام. هنا الدخول أيضا من قبل المسار الخارجي، هنالك نو داو فعلا أيها السيدات والسادة مداري معشوقة الجماهير، بينما نو داوت أيضا قادم بقوة، لكن معشوقة الجماهير هي من تنتزع وتخطف كأس ولي العهد لعام 2017. فعلا عروسة مزرعة المزدهر مداري هي من تنتزع وتخطف كأس ولي العهد لعام 2017 بقيادة الفارس ألبرتو سانا وبتدريب. ننتظر نتيجة المراكز الأربعة الأولى من قبل لجنة التحكيم. مذاري she's the winner of Crown Prince 2017. So the result after race number 4, the winner is number 7, Madari Alberto Sana. Second is number 5, No Doubt, Brett Doyle. Third is number 2, Far Range, Abdullah Faisal. And fourth is number 3, Night and Day, Frankie Di Tori. Madari on her way back to the winner's circle of Rashid Equestrian Horse Racing Club. She is by Angel Falls and out of Mauzuna, owned by His Highness Sheikh Mohammed bin Abdullah bin Isa Al Khalifa, trained by James Naylor and ridden by Alberto Sana. هنا تصل معشوقة الجماهير مذاري إلى ساحة العرض، بطلة الشوط الرابع وبطلة كأس ولي العهد لعام 2017. هنا تأخذ الصورة التذكارية أيضا مع سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وأيضا مع سمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة. ألف مبروك. قيادة جميلة ورائعة من انتصار رائع لمذاري. ما أدراكم ما مذاري، أداء رائع. نبارك لسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة بقيادة ألبرتو سانا للاسطبل المزدهر هذا الانتصار وهذه القيادة الجميلة الرائعة مع ألبرتو سانا. وألف مبروك لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وأيضا سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وجيمس نيلر، وهذه الابتسامة والاستحقاق الرائع والمثير والذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسي وسباق الخيل. انتصار رائع، وأيضا هذه
الابتسامة الرائعة من سمو الشيخ عيسى بن عبد الله كما تابعنا